مساء الخير، مساء الفل على احلى متابعين، واهلا بكم في قناتي، قناة ماما سوسة. تعالوا النهارده نعمل بوريك، حاجة بسيطة كده، لزوم الشاي واحنا في المصيف هنا. نعمل حاجة بسيطة. تعالوا نقول لكم المقادير والطريقة ازاي. بس الاول نسمي الله ونصلي على سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واللي اول مرة يشاهد قناتي ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوا منه كل جديد. ويلا بينا نقول المقادير. مبدئيا كده معايا 3 كوبايات دقيق وعليهم ذرة ملح. هنحط هنا معلقتين سكر، معلقتين سكر. بسم الله. تمام. نحط هنا خميرة، خميرة المفروض بتبقى معلقة كبيرة مش ممسوحة، يعني على التلاتة. تمام. نحط هنا ادي المعلقة اهي على السكر يعني. تمام. نقلبها كده كويس عشان هننزل حاجات تانية عليها. هننزل ايه؟ هنحط معلقة كركم عشان انا مش هعمله ابيض، هعمله مصفر. معلقة كركم صغيرة. تمام. خلاص اشيلها كده واقلبها برضو كويس كده. ايه تاني؟ هنحط تاني معلقة صلصة، معلقة صلصة كده كبيرة. نقلبها برضو كده كويس مع بعض. هنزل الزيت بمقدار ربع كوباية زيت، ربع كوباية زيت. وهسيب معلقتين سمنة في الآخر ألم بيها العجينة. تمام. وعندي مية دافية أحطهم، بس الأول أشرب الزيت مع الحاجات دي كلها، مع السكر مع الخميرة مع الكركم مع الصلصة كده، وأشربه وأوريلكم إزاي هعملها. هنا هنزل معلقة خل، بتدي بياض كده وطراوه قوي للعجينه، بتخلي العجينه بيضه وحلوه قوي. وشويه ميه دافيه، مش هحط كتير، انا معايا هنا كوبايه مش هحط. هعجن بايدي بقى واوريها لكم، وهخلي السمنه الاخر الم بيها العجينه. تمام. بص انا حطيت هنا معلقه سمنه، تحسي بقى انها باظت منك طريه ومش عارفه ايه، لا دي هتلفيها كويس قوي وهي هتخلي العجينه زي الزبده. تمام. وهنزلها على الرخامه اعجن فيها عشان تبقى حلوه جدا. هنشوفوا بقى العجينه، شايفينها؟ والمعلقه الصغيره بتاعت الكركم خليتها صفرة جميله قوي. خلاص احطها بقى ايه هنا واغطيها، وايه نقطه زيت كده من فوق مطرح الزيت، واغطيها واسيبها واروق بقى اللي ورايا وارجع لكم تاني. نشوف بقى الخميره بعد ما خمرت. انا ما قعدتهاش ياما، بس عملت انجاز كده كويس. بصوا شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي قوي. خلاص كده اللي هعمله امسكها بقى كده، اقطع منها حته كده كبيره. شوف هنعمل ايه. هفردها، هفردها. في حاجة كده عايزة اوريها لكم اعملها، هتشوفوها اهي. تمام. انا حضرت هنا جبنة قديمة بالزعتر وجبنة بيضة محدقة برضو دي بالزعتر. هنعمل دي ودي. تعال نعمل الاول الايه اللي كنت بعملها على طول. تمام. وبعد كده هعمل لكم حاجة برضو حلوة قوي. انا ما عنديش قطاعة هنا، انا استخدم ايه هنا، كان فيها غطا. تمام. اشيل بقى دي كده اهي.
نحط جبنة بيضة مش كتير عشان هي صغيرة. بقفلها كده واتنيها كده اهي كده تمام. تحطها في الصينية، تعملها بوزة وفي الصينية تتحط تمام. اعمل برضو ايه التانية زيها، ممكن تعمليها زي القطايف وتسيبيها، وممكن يعني لها كذا طريقة، وتعمليها بقى كده تبططيها، تعملي لها بوزة كده وبوزة كده. خلاص سيبي مسافات لانها بتخمر تاني. خلاص اخلص الكمية واوريها لكم تاني. اقفل الفيديو كده. انا عملت هنا الجبنة القديمة، تبقى حلوة جدا، احلى من اي حاجة كمان. برضو ايه ببططها، بقلبها وببططها على وش. هنا فتحت اعملها اهي تمام. برضو اعمل واحدة تانية جبنة قديمة، بتبقى طعمها احلى كمان بكتير والله، يعني انا جربته كله. خلاص قبل ما اخلص الصينيه لازم اكون مولعه الفرن. لما خلصت الكميه هنعمل ايه؟ انا حاطه هنا شويه لبن صغيرين بدهن بيها الوش، وبعد ما بدهن الوش بحط فيه زعتر او حبه البركه او كمون اللي يعجبكم، او بالطريقه دي كده بدهن الوش كده اهو اهو كله مع بعض. وبحط ايه الزعتر، ده زعتر بالسمسم ده اهو، وادخلها الفرن طبعا. خلاص ادخلها الفرن واوريها لكم لما تخرج ان شاء الله. خلاص كده شايفين جمالها حلوه قوي. هي بكوبايه فنجان شاي الصبح، احلى من كتر الجبنات والحاجات دي، مع كوبايه شاي بلبن مع شاي ساده، حلوه قوي قوي تمام. وعامله كميه بسيطه عشان الحاجه تخلص اول باول. هدخلها الفرن واوريها لكم ما تطلع. شايفين جماله بعد ما طلع من الفرن؟ شايفين اللون والسوا بتاعه حلو جدا جدا جدا. لسه في صينيه في الفرن، صينيه صغيره بس دي طلعت وسخنه لسه. ايه رايكم في الجمال ده؟ تقدري تعمليها باي حاجه، باي نوع، يعني جبنه بدون جبنه، باي حاجه، بتونه، بكل حاجه تقدري تعمليها. اتمنى يعجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم مني كل جديد. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.